في شويه تريكات كده لو عملتها تبقى شخص محبوب جدا بقى وعندك كاريزما وبتاع والناس متقبلك جدا، عارف انت الناس دي. والحاجات دي لو ما عملتهاش هتبقى، مش عايز اقول لك هتبقى شخص مكروه، بس الناس هتنفر منك. فدي حاجات هتخلي الناس تحبك او تكرهك. يعني اي حد فينا بتلاقي دايما كده في حياته ناس ما يقدرش يستغنى عنهم، الناس بيحبهم جدا وبعدين بيبقوا مميزين وبارزين وباين قوي ان هم محبوبين. يعني انت بيبقى الشخص ده انت بتحبه جدا، ما تقدرش انت محبوب. يلا بيبقى عندهم شويه خصال او صفات شخصيه واجتماعيه بتبقى جذابه جدا كده وبتبقى حلوه. الخصال دي منها حاجات طبيعيه ومنها حاجات مكتسبه. انت لو قوي الملاحظه هتاخد بالك ان في صفات مشتركه بين كل الناس اللي هي الحبوبه اللذوذه الجميله اللي هو ما يتزهقش منهم ما يتزعلش منهم. الناس دي تعالى بقى ندردش، هتلاقي دايما روحه حلوه، هتلاقي دايما بيبتسم بيضحك. اول ما تشوف كده بتبتسم بتضحك انت، انا عارفك فاهم هو ده. هتلاقي دايما بياخد الامور مش بجديه كبيره قوي زي ما انت فاهم، لا يعني كل حاجه معاه يقول لك والله يعني الموضوع بسيط، اهدى بس كده وربنا هيحلها. لذيذ. ليه دايما ما بيزعلش حد، ما عندوش اخصام، لو مش كل شويه يرفع ستير يقول لك اخصامي اعدائي مش ما فيش الكلام ده، ما بيعملش الحاجات دي. هو راجل طيب كده جميل محبوب، بيصحى كل يوم يفتح صفحه جديده مع الناس. لو صباح الخير كده معايا يلا صفحه جديده النهارده. هو ده الشخص المحبوب ده، بتلاقيه بيحبك لذاتك، بيحبك عشانك انت، مش عشان بقى انت معاك فلوس، مش عشان بقى انت راجل جامد وشغال في وزاره الري وهتفيدني. انا بحبك عشانك يا بيه. انا بحترم افكارك عشان هي افكار. هو بيحترم جميع الناس وبيقدر كل الافكار. هتلاقيه عنده روح المبادره، هتلاقيه دايما بيجي يبدا كده ويسلم عليك حتى لو انت عامل فيها مش واخد بالك. لو انت واقف كده مديله ظهرك مش يا رب ما يشوفني، وهتلاقيه جاي يقول لك ايه الاخبار عامل ايه طمني عليك وحشني وبتاع. واهم حاجه بقى ان هو عنده ذكاء اجتماعي، يعني بيدي اي شخص كده الحاجه اللي هو عايزها، عارف كانه شات جي بي تي كده اللي هو يا باشا شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك. مش بيجاملهم ولكن هو بتحسه كده دماغك، بتحسه فاهمك. يعني لازم كلنا نبقى عندنا ذكاء اجتماعي، ولازم الناس اللي حواليك تعلمهم ان هم يبقى عندهم ذكاء اجتماعي برضو عشان صحتك النفسيه والعقليه والجسديه. يعني احنا تعبانين فاهم، فاتعلم ذكاء اجتماعي وعلم الناس. يعني برغم ان هم بيحبوا يتكلموا كتير زي كده ولكن يعني مش بيتكلموا عن نفسهم، ما بيكلمكش عن نفسي فاهم، ومش بيشتكوا فاهم. هو شخص مش شكاء مش بكاوى، ده شخص جميل جدا عنده مهاره الصمت حلوه، بيعرف يسكت بيعرف يسمع، لما حد بيتكلم بيسمعه بياخد منه، فده حاجه جميله. وبيعرف يديك راي محترم برغم ان هو عنده اراءه الخاصه ولكن ما بيفرضش عليك حاجه، بس شوف انت عايز ايه ولو انت شايف ان ده صح تمام امشي فيه خلاص، مش هفرض عليك راي. ما بيحاولش يتكبر باي شكل من الاشكال. يعني هو ده الشخص ده اللي ما بيمشيش في الارض مرحا فاهم، هو ده شخص جميل كده بيمشي متواضع كده ورغم الظروف الصعبه وان الدنيا خبطاه وهتلاقي من متجرح في ظهره 50 جرح، بس هو بيحب الحياه قوي، بيحب الحياه وعنده امل. كل يوم يصحى الصبح كده هتلاقيه بيوزع وهو ماشي كده بيوزع ورد الصبح وامل، وشخص جميل وحبوب بيحب الحياه رغم انه خربان، بس هو كده هو الشخص الجميل ده. وانا متاكد ان الحاجات اللي انا بقولها دي في شخص على الاقل جه في دماغك، في حد لمع كده انت عارفه اللي هو تصدق ده اللي انت بتقوله ده هو الولد ده، ده شخص جميل حبوب اتمسك بيه. انت بقى عايز تبقى شخص مكروه، اعمل عكس كل اللي احنا بنحكي فيه ده. هتلاقي الناس كده بتتضايق من وجودك، اللي هو انت داخل عليهم كده انت ابو تقل دم امك، عارف انت الافيه هو كده. تقرب اكتر ريحتك مش حلوه يا باشا خلاص انا زهقت مش عايز اشوف وشك فاهم هو كده. طب ازاي تبقى شخص مكروه يا باشا؟ خليك متعالي، خليك متكبر، افضل تتكبر كده على الناس، تتكبر هيكرهوك. عشان تبقى شخص مكروه كده تبص للناس من فوق كده تقعد تكلمهم اللي هو انت لازم انت هيكرهوك يا باشا. انزل يا باشا المستوى كلمني كده ايه يعني، اقعد معايا كده على القهوه، ما تقعدش بقى تديني اوامر من فوق اكرهك. والله لو انت ما اديتنيش فرصه اتكلم هكرهك عادي جدا. لو انت ما قعدتش تسمعني ما طبيعي يا اسطى هكرهك. لو انت قعدت قدامي فضلت تشتم في ده وتسوي في ده هكرهك. الناس بتكره الشخص السلبي اللي هو ماشي عمال يوزع افكار نيله كده، صباح الخير يا جماعه انا النهارده حزين، صباح الخير يقعد يشتكي اللي هو بيمشي كده فاهم، يوزع نكد وهو ماشي كده وينشر طاقه سلبيه كده ويوقع كل الناس اللي حواليه. بنكرهه. الناس هتكرهك لو انت بتقيم الناس على اساس ايه، ده ابن مين وده معاه فلوس قد ايه. الناس بتكره الشخص الهجومي اللي كل ما يجي يتكلم يهاجمك ومش عارف ايه بتاع، بلاش كده. في حاجات تانية كتير قوي هتخليك شخص محبوب، وفي حاجات تانية كتير قوي هتخليك شخص مكروه. انت برضه يبقى عندك نظره كده في الحاجه اللي انت هتعملها وخليك لزوز يا سيدي. وبس كده يا عم، انا قلت ادردش معاك لحد ما القهوه تخلص. يلا مساء الفل. اعمل لي فولو